السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة رابعة الجامدين. النهاردة هنحل بإذن الله امتحانين على يونت 2. الامتحان بنفس الطريقة اللي بتجيلك في امتحان الشهر وامتحان الترم. أول سؤال معانا هو سؤال الليسننج. عايزك تسمعوا معايا كويس جدا وتبدأوا تحلوا. The fennec fox lives in the deserts of North Africa. طبعا انت سمعت كلمة north فهتختار north. أكمل، عايزك تبقى معايا أول بأول. They walk around looking for grass. It's smaller than other foxes. It's 20 centimeters tall. The fennec fox weighs around 1 kilogram. طبعا هو كاتب لك 1 فأنت هتروح جاي قايل له كيلوغرام. أنا لسه سامعها دلوقتي يا مستر. It eats insects, lizards and small mice. يبقى انت لسه سامع كلمة mice. ايه ده السؤال ده سهل جدا، ده انت كأنك بتقول لي يا مستر بالظبط كده. The fennec fox loses heat from its ears. يبقى بيفقد ايه؟ loses ايه؟ انا لسه قايل heat. يبقى heat اللي هي الحرارة. تعال نحل السؤال التاني. choose the correct answer. نقط carry things and people to cross the desert. مين اللي بيحملوا الناس والأشياء عشان يعبروا الصحراء؟ طبعا احنا خدناها camels carry things and people to cross the desert. Camels, fennec foxes and نقط are desert animals. حيوانات صحراوية. مين تاني؟ دور cows, sharks, pelicans, reem gazelles. تعالي انتي بتعيشي في الصحراء. Ali is علي نقط he always help people. هو دايما بيساعد الناس، يبقى ده شخص متعاون helpful. The نقط is a bird. مين بقى اللي طائر في دول؟ camel no, fox no, bear no, pelican. تعالى يا pelican. ندخل على السؤال الثالث الجميل. بيديني 5 كلمات و4 أماكن فاضية. مطلوب منك أول حاجة هتقرأ الكلمات دي وتترجمها. without يعني بدون، fur يعني فرو، desert يعني صحراء، live يعني يعيش، delicious يعني لذيذ. camels are amazing. الجمال مدهشة. their milk اللبن بتاعهم is ايه؟ طبعا delicious. number 1. انا برقم بس انت لازم تكتب في الاماكن الفاضية، بس انا عشان الفيديو بتاعك. we can use their نقط to make clothes. بنستخدم ايه منهم عشان نعمل الملابس؟ طبعا their fur الفرو بتاعهم الجميل. camels are perfect for الجمال ملائمة ليه لإيه؟ طبعا for the desert الصحراء. they can live بيقدروا يعيشوا نقط water for a long time. بيقدروا يعيشوا بدون مية. احنا كنا واخدينها يا مستر بدون يعني ايه؟ without. طبعا دي 3 آسف. هنا بيطلب مني ان انا اقرا الفقرة وابدا اجاوب على الاسئله. لازم اترجم وابقى عارف المعلومات اللي جوه الفقره كويس عشان اروح اخد الاسئله بتاعتي وادور على الاجابه جوه الفقره. My name is خالد. انا اسمي خالد. I'm 10 years old. انا عندي 10 سنين. I'm in primary 4. انا في سنه رابعه ابتدائي. Last week الاسبوع الماضي I went to the zoo. انا رحت حديقه الحيوانات. I went there with my family. أنا رحت هناك مع أسرتي. يبقى هو اسمه خالد وراح حديقة الحيوانات مع أسرته. We went there by car. رحنا بالعربية. I like animals. أنا بحب الحيوانات. For me بالنسبة لي my favorite animal is the reem gazelle. يبقى هو الحيوان المفضل بتاعه هو reem gazelle. Reem gazelles look very beautiful. يبقى reem gazelles دول بيبدو جمال جدا. They have big ears. عندهم ودان كبيرة. And long horns. وقرون طويلة. وخد بالك long حاطط تحتها خط، يبقى معنى كده ان هو هيسأل عليها. They have yellow white coat. عندهم فرو أبيض مصفر. Which protect them from the sun. اللي بيحميهم من أشعة الشمس.
They eat grass and plants. بياكلوا العشب والنباتات. تعال نحل. The opposite of عكس كلمة opposite يعني عكس of the underlined word الكلمة اللي تحتها خط اللي هي كلمة long. عكس كلمة long ايه؟ long يعني طويل. عكسها ايه؟ عكسها short طبعا. خالد and his family خالد وأسرته went to the zoo by راحوا الزو بإيه؟ بص كده بص كده بص كده بص كده. We went there by car يبقى رحنا بالسيارة. ايه ده يا مستر؟ هو ده السؤال ده سهل جدا، ده انا بطلع الإجابة من هنا. طبعا ده سهل جدا. تعالوا ندخل على السؤال الثالث. What do Rheem gazelles eat؟ بياكلوا ايه؟ ايه ده احنا كنا واخدينها they eat grass and plants. ممتاز جدا. نكتب they eat grass and plants. summarize لخص the text. لازم تبص summarize ايه الاول عشان ساعات بيقول لك the second paragraph الباراجراف التاني. خد بالك هي باراجراف واحد. summarize the text in one sentence. لخص. طبعا انا هروح جاي باصص كده في وشايف هو بيقول my name is خالد. طبعا ما ينفعش اقول له my name is خالد. I'm 10 years old. لا طب هو راح فين؟ راح الزو. يبقى نقوله خالد went to the zoo مع أسرته. حلوة قوي دي. تعالى كده نكتبها. خالد went to the zoo with his family. ايه ده السؤال ده بتاع الكوريكت يا مستر بتاع الجرامر؟ ايوه بالظبط كده. بتاع صفات المقارنه كمان يا جامد ويا جامده اللي هتحله قبليه على طول. طبعا هتلاقيك وقفت الفيديو دلوقتي وحليت واستنيت شفت انا هحل ايه. ده الجامد والجامده هو اللي بيعمل كده. Cats are nicer not dogs. هو كاتب لي then. هو المفروض er than مش then. نكتب له than. Crocodiles are many dangerous than turtles. التماسيح أخطر من السلاحف. طيب ماشي. many dangerous صفة طويلة بعدها than قبلها more. صفة طويلة بعدها than قبلها more. How tall does the horse live؟ كم طول الحصان يعيش؟ أكيد لأ طبعا. هو أكيد بيسأل عن المدة اللي بيعيشها. طب بص كمان على الإجابة. About 30 years. ده بيتكلم على سنوات. سنوات يبقى مدة. يبقى how long. كام المدة. Fruits and vegetables. الفواكه والخضروات are healthy than. صفة قصيرة بتاخد er. بس خد بالك آخرها واي وقبلها حرف ساكن. يبقى الواي هتتحول لآي قبل ما اضيف الاي ار. يبقى هكتب healthier. healthier than. ندخل على البانكتويشن. The bear is stronger than the pelican. اول حرف هو مش عامله كابيتال. اعمله انا كابيتال. مش حاطط فول ستوب في الاخر لان دي جمله احط فول ستوب. طبعا انت المفروض تكتب الجمله كلها بس انا عشان وقت الفيديو. The elephant is bigger than the camel. اول حرف برضو انت مش عامله كابيتال. اعمله لك كابيتال ودي جمله مفيش اولها سؤال يبقى هتنتهي برضو بفول ستوب. اخر حاجه معانا camels الجمال. طبعا الباراجراف احنا عاملين عليه فيديوهات مفصله وبالاغاني موجوده على القناه. انت بمجرد بس ما هتخش على باراجرافات يونت 2 هتلاقي كاملز وهتلاقي فينيك فوكس وهتلاقي سنيكس اند كروكودايلز وهتلاقي حاجات كتيره جدا ملخصه وبالاغاني. انا عايزك طبعا ترجع للموضوع ده عشان هيساعدك في كتابه الباراجراف. ندخل على طول كده وانت سخن وجامد على
الامتحان التاني. اول سؤال زي ما عرفنا يا مستر listening، زي ما حضرتك بتقول لنا، يلا بينا. The crocodile is huge and scary. ده بيقول لي ده ايه؟ نقط is huge and scary. ما انت لسه حضرتك قايل يا مستر crocodile. شاطر جدا جدا، تحل ورايا على طول. Spiders are very helpful. انت spiders are helpful يا مستر. ايه ده ايه السؤال السهل ده؟ ده انت كأنك بتقول لي خد حل على طول. Snakes are very dangerous. Snakes are very dangerous. اهي. ايه ده ايه السؤال السهل ده؟ Snakes eat insects, birds and lizards. eat في انت حضرتك قلت السائل lizards دلوقتي. ندخل على السؤال اللي بعده. choose. لازم تكون بتعرف تترجم يا جامد ويا جامدة. camels have large flat. طبعا احنا اصلا من درس الكاملز كنا عارفين ان هم have large flat feet. عندهم ارجل، الجمال عندهم ارجل كبيرة مسطحة. The fennec fox. تعالى بالفنك. not 1 kilogram. طالما بيتكلم على وزن weighs يزن weighs. Some birds بعض الطيور have long. عندهم long ايه؟ بعض الطيور طبعا مش horns ولا faces ولا hands، هو beaks. عندهم منقار طويل. horses eat grass. الحصنة بتاكل العشب and drink وبتشرب نقط water. بتشرب مياه عذبة يا مستر fresh water. جامد جدا يلا قلت كده. انا عارف ان في ناس بتجاوب قبلية وفرحان جدا 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 بيهم. انا مش عايزك تستخدم الاجابات ان انت تحل بيها الواجب وخلاص، لا طبعا لازم تكون بتحل الاول وبعد كده تقارن اجاباتك باللي انا حله. السؤال الثالث، الخمس كلمات اللي علينا بنشغل زرار الترجمة. ترجم يلا. زو حديقة حيوان. dangerous خطير. animals حيوانات. camel جمل. big كبير. يبقى أنا عندي الخمس كلمات دول هم اللي هستخدمهم. اقرأ بقى يا بطل ويا بطلة. my family likes to visit the zoo. أسرتي بتحب إن هي تزور حديقة الحيوانات. last Friday يعني الجمعة اللي فاتت we visited. احنا زرنا جيزة نقط. جيزة نقط يبقى حديقة حيوان الجيزة اكيد طبعا اللي احنا زرناها زو. we saw احنا شفنا different نقط. different يعني مختلف. احنا شفنا ايه مختلف؟ different animals. شفنا حيوانات مختلفة. some animals بعض الحيوانات are نقط. كمل للآخر ما تستعجلش. like snakes يعني بعض الحيوانات نقط شبه التعابين. التعابين احنا كنا قايلين عليها dangerous هي وايه والكروكودايلز. دي number 3. some animals help us يعني بعض الحيوانات بتساعدنا like شبه ايه the نقط it's strong. مين الحيوانات اللي بتساعدنا؟ they can help people and things. camels طبعا بس هنا بيقول camel like the camel. يبقى دي number 4. تعال نقرا الفقرة الجميلة وخد بالك لما تيجي تقرا الفقرة بص عليها هتلاقيها من 2 paragraphs. يبقى ده the first paragraph وده the second paragraph. طب يا مستر حضرتك بتعرفهم منين؟ مش احنا الباراجراف بيبدأ بيخش الحتة جوه شوية اهو camels داخل حتة بص سايب مسافة وبعد هنا ايه ده بدأ برضو من اول هورسز ساب مسافة. يبقى من اول هورسز ده the second paragraph عشان ساعات بيطلب منك تلخص الباراجراف التاني وده the first paragraph. يبقى اول ما تلاقي كلمة summarize تبص هو عايزك تلخص ايه بالظبط. camels are very helpful. الجمال مفيدة جدا ومتعاونة. they carry things بيحملوا الاشياء and people in the desert بيحملوا الاشياء والناس in the desert يعني في الصحراء. they can live without water بيقدروا يعيشوا without بدون water بدون مية for a long time لفترة طويلة لوقت طويل. ندخل على الباراجراف الثاني. horses are helpful الحصنة مفيدة برضو too أيضا. they are very fast هم سرعة جدا and they can
carry heavy things too. وشبه الجمال كمان بيقدروا يحملوا الأشياء التقيلة كمان. Horses can live up to 30 years. يقدروا يعيشوا لما يصل إلى 30 سنة. While بينما camels can live up to 40 years. بينما الجمال يقدروا يعيشوا لمدة 40 سنة. Horses and camels are good for the desert. الحصنة والجمال جيدين أو ملائمين للصحراء. طيب جميل جدا جدا جدا. يبقى أنا الباراجراف الثاني اتكلم عن الهورسز والكاملز الاتنين مع بعض، لكن الباراجراف الأول اتكلم عن الكاملز بس. تحت هنا بدأ بالهورسز وبدأ يتكلم عن الجمال، عشان لو قال لك لخص الباراجراف الثاني تبقى عارف ان هو اتكلم عن الهورسز اند كاملز. تعالى يا بطل نشوف الأسئلة بتاعتنا. The text is about. النص بيتكلم عن ايه؟ بص كده. clothes ملابس لا، jobs وظائف لا، food طعام لا، animals لأن هو جاب سيرة الكاملز والهورسز. Horses can live up to. الهورسز بيعيشوا up to نقط years. طبعا هو قال لي 30 years. خد بالك من حاجة برضو ممكن تلخبطك، إن هو هنا اتكلم عن الهورسز can live up to 30 years، اهدي اجابتنا دي، وجاب camels can live up to 40 years، يعني عشان كده هو جايب لك 30 و 40. انت لازم تبقى عارف هو بيتكلم عن ايه بالظبط. هو يقصد الهورسز يبقى 30 years. هروح جاي باصص كده وكاتب له، دي الطريقه اللي انت بتحل بيها على طول. يبقى 30 years الهورسز. لو الكاملز كنا اخترنا 40. Where do camels live؟ السؤال ده بالذات بتبص على أداة الاستفهام. where يعني أين، يعني بيدور على إيه؟ على مكان. where يعني أين، بسأل عن مكان. طبعا أغنية أدوات الاستفهام موجودة برضو عندنا على القناة والصفحة، عايزك تبص عليها عشان تفيدك جدا. where do camels live؟ أين يعيش الجمال؟ يعيشوا فين؟ طبعا بيعيشوا في الصحراء. يعني دي سهلة جدا يا مستر. they live in the desert. وحط فول ستوب في نهاية الجملة. summarize لخص، ما تقفش بقى، كمل كمل كمل، عشان في احنا عندنا 2 paragraphs. ها summarize the second paragraph، الباراجراف الثاني in one sentence، في جملة واحدة. لخص الباراجراف الثاني. هو يقصد الثاني يا مستر صح؟ اللي هو اتكلم عن فيه عن horses and camels. يس. بص كده هو نهاية اصلا بحتة حلوة قوي ممكن استخدمها. بيقول لي horses and camels are good for the desert. ممكن اختار دي يا مستر؟ جميلة جدا. هقول له كده horses and camels are good for the desert. وما تنساش الفول ستوب. ندخل على السؤال بتاع الجامد والجامدة بتاع الجرامر. camels are الجمال are tall than صفة قصيرة قبلها er، يبقى taller than er than. the snake الثعبان is thinnest than the crocodile. الثعبان أرفع من التمساح. thinnest than هو احنا بنقوله est ولا er؟ بنقول er than، يبقى thinner than. اكتب thin الاول اهي اكتب thin واضيف ان تانية عشان اخره ساكن وقبله متحرك، واضيف الاي ار بتاعتي thinner، بضاعف حرف الان. خدوا بالكم مع كلمة thin. horses are الحصنة most beautiful than camels. الحصنة اجمل من الجمال. طيب صفة طويلة بعدها than قبلها more.
صفة طويلة بعدها than قبلها more. Elephants are bigger. الفيلة أكبر than cows من البقر. يبقى than ولا than؟ are than. يبقى than. Does a fennec fox live in Egypt؟ الدي هو مش عاملها، أعملها له. طيب دي جملة ولا سؤال؟ لا does ده فعل مساعد، طالما بدأت بفعل مساعد أو أداة استفهام تبقى سؤال، يبقى حط في الآخر question mark. والباراجراف اللي علينا the fennec fox. fennec fox طبعا احنا كتبنا عنه في ملخص باراجرافات يونت 2. عايزك بعد ما تخلص الفيديو ده تروح تتفرج عليه، مهم جدا. وكمان قلنا الباراجرافات بتاعت يونت 2 كلها بالاغاني، وكمان يونت 1 لو انت فاتك يونت 1 برضو موجود بالاغاني. لو انت وصلت للمرحله دي يبقى انت طالب وطالبه جامدين جدا جدا. عايزك على قد ما تقدر تشير الفيديو لكل اصدقائك، وما تنساش الكومنت واللايك الجميل لانه بيدعمنا عشان نستمر. شكرا جدا وبالتوفيق.